السلام عليكم. انهيار وبكاء مدرب الإسماعيلي حمزة الجمل بعد الهزيمة من النادي الأهلي، واقتراب الإسماعيلي رسميا من الهبوط إلى دور المظالم. ويفاجئ النادي الأهلي بهذا التصريح، شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت في برج العرب ليغرد الأهلي في الصدارة برصيد 72 نقطة، فقد صرح مدرب الإسماعيلي حمزة الجمل بعد هذه المباراة وقال: نحن قدمنا مباراة جيدة خلال الشوط الأول، ولكن انهارنا في الشوط الثاني أمام النادي الأهلي، وتأزم موقفنا بشدة في الاستمرار في الدوري بعد هذه الخسارة الكارثية، لأننا لدينا الآن 34 نقطة فقط، وأمامنا مباراة في غاية الصعوبة أمام الداخلية في ملعبه وهو لديه 32 نقطة، والمباراة الثانية ستكون أمام الاتحاد السكندري، وفي حال تعرضنا للخسارة فبشكل كبير سننزل درجة تانية. كل هذا بسبب الإدارة التي لم تدعم الإسماعيلي بالصفقات، وانشغلت فقط بأن سبب تأزمنا في الدوري هو عدم لعب النادي الأهلي في الإسماعيلية. فأرجو من مسؤولين الإسماعيلي أن يتحلوا بالشجاعة وأن يتعلموا فن الإدارة من النادي الأهلي، فهناك فارق شاسع بين الأهلي وبين الإدارات الأخرى، خاصة الإسماعيلي. فنحن نشاهد أن الأهلي كسب جميع البطولات التي دخل فيها هذا الموسم، وقاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري. وأنا أحسد المدرب مارسيل كولر بأن لديه إدارة مثل النادي الأهلي. وفي النهاية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.